الجزائر شئنا أم أبينا ربما كل علاقاتنا حصرناها مع فرنسا على الأقل تجاريا، وبدرجة أخرى الصين من جهة أخرى لأنها أكبر ممول للسوق الجزائرية، روسيا في مجال التسلح وغيرها. لكن سي عبد العزيز الرحابي طرح إشكالية جوهرية أن الجزائر بمواقفها تجاه ما يحدث إقليميا ودوليا تعيش ربما ما يشبه عزلة استثمرها الجار المغربي، لعب على وتر توتر العلاقات مع الرياض على خلفية تصنيف الجزائر، رفض تصنيف الجزائر حزب الله كتنظيم إرهابي، وما رافقها من جدل حتى استدعى تنقل طيب بالعيز إلى الرياض لتقديم توضيحات ما بين قوسين. يعني هل قدرنا أن نكون دائما مع فرنسا أم أن ولاء بعض ساستنا هنا سواء على أكثر من صعيد لفرنسا هو الولاء، العقدة تجاه فرنسا؟ أنا لا أشاطر هذه الفكرة يعني بكل صراحة. فحقيقة يعني الجزائر إذا أصبحت معزولة وهذه تدفع الثمن تاع الموقف تاعها في ليبيا، في سوريا، في اليمن، الصحراء الغربية. ونرجع لقضية الصحراء الغربية. أنا ما كنتش مقتنع بتصريح فالس عندما يقول احنا ندعم قرارات الأمم المتحدة، لا، ولكن كان يقدر يروح أبعد كما قال وزير شؤون الخارجية تاعو إيرول، يعني عندها أسابيع عندما قال نحن نؤيد الطرح المغربي. كان واضح حتى عند زيارته للجزائر، وأنا أشكر وزير شؤون الخارجية سي مامرا، يعني حقيقة كان قوي في تدخلاته. فإيرول يعني الموقف تاعو كان واضح. عندما نقول ثابت الموقف ثابت، هو يعني هذا يعني أنهم لا زالوا يدعمون. وحتى في الحكومة يعني بكل صراحة يعني تشوف حتى اليساريين يعني حتى في الحكومة في ثلاثة يعني عندهم من أصل مغربي وعندهم مناصب يعني هامة استراتيجية. هذا يعني أن فيه تقارب وفيه علاقات قوية ما بين المغرب وفرنسا. ولكن أنا كنت أتمنى لكن علاقات الثقة مثل ما قال عبد العزيز الرحابي بين بوتفليقة وهولندا على المستوى الشخصي أو حتى تقدر تقول حتى هولندا هو أسير. لا، حتى هولندا هو أسير. المغرب يحظى بدعم شئنا ما بين من باريس. هل هولندا حر في قراراته؟ السؤال مطروح. هل هولندا حر في قراراته إما داخل الحزب الاشتراكي أو في المجتمع الفرنسي؟ أنا لا أعتقد أن هولندا حر في تصرفاته. حتى هو عنده مشاكل داخلية وحتى مشاكل على مستوى العلاقات الدولية أكيد حول قانون العمل. إذا أنا كنت أتمنى يعني بكل صراحة، لأن فرنسا هي التي بحاجة الآن إلى الجزائر. وأنتم تعلمون أن الأزمة الاقتصادية اللي هي في فرنسا حبت تنقلها إلى الجزائر في غطاء استثمارات يعني. ولكن احنا مازال ما درسناش عن الاستثمارات هذو واش تجيب. هل الاستثمارات حقيقة تجيب ان بلو فالو ليكونومي الجيريان؟ وحنا الشيء اللي نحوسوا عليه هو تنويع الاقتصاد. هل حقيقة كل ما جرى من اتفاقيات هل هذا الشيء يسمح لنا باش نبنوا اقتصاد متنوع؟ فيه تعتيم سي عفيف على طبيعة هذه الاتفاقيات.